وعليكم متابعين مطبخ نورة، مرحبا بكم. اليوم في كوزينتنا جات عندنا نورة، فاقترحت عليا انها تصور هذا الطبق هذا اللي كيجي رائع. عندنا العناق ديال البيبي، بغيت نديرهم بالطريقه ديال الطنجيه، فبغات تصور. قلت لها مرحبا. هنا عندنا العناق ديال البيبي نقيين وكل شيء، كنديروهم ديريكت في الكوكوط. عندي هنا عبار ديال 2 كيلو، كنديروا ليهم 2 دراس ديال الثومه. هذا اختياري، ماشي ضروري انكم ديروه هكا محكوك، انا غير بغيت نديرو باش يجي معطر مزيان. فدرت 2 دراس ديال الثومه محكوكين، كنزيد عليهم 2 معالق كبار ديال الكمون حبوب، حيت الكميه كثيره تبارك الله، راه 2 كيلو. خصها تجي منسمه. كنحكهم هكا بين يديا وكنضيفهم على هاد العناق هادو. عندنا راس معلقه ديال السمن الحر، يكون نوعيه جيده. عندنا كذلك الريوس ديال الثومه، يكونوا منقيين ومغسولين مزيان بطبيعه الحال. هذا اختياري، اللي كيبغي الثومه تكون كثيره كيديرها، ولكن راه ضروريه خصك دير واحد الراس ديال الثومه على الاقل. الا ما كنتوش كتبغيوها ف ديروها غير باش تنسم لكم، ما تكثروهاش بزاف. كنزيدو هنايا مصيره ونص تكون ديال الطنجيه. الا ما كانش من الطفره فتقدروا ديروا غير مصير عادي، ولكن يكون مزيان، يعني يكون معسل باش هكا تيعطي البنه ديالو زوينه. عندنا الزعفران شعره ذوبناه في كاس ديال الماء، كنضيفوه حتى هو من بعد ما طلق لينا ديك النسمه ديالو. نزيدو كاس لاروب ديال الزيت بلديه. اللي ما مطفرش عنده زيت بلديه بيوفر، يقدر يدير نص هكا روميه ونص بلديه. صافي، هادو هما المقادير اللي عندنا. فكنسدو على الكوكوط وكنشعلو عليها العافيه. في الاول تكون زايده شويه حتى تبدا كتصفر، غير تبدا كتصفر لينا الكوكوط كنديرو عافيه مهيله صافي، وكنسدو عليها وكنخليوها. راه ما كتاخذش وقت بزاف، وهاد الطريقه هذه راها ناجحه وكتجي يا سلام. تقولي راها مطيبه على الرماد اللهم بارك. كتجي زوينه وكتخليها حتى تكون المريقه خاتره مزيان، حيت هي ما كتبغيش يجيو فيها كثره الميمان. خصها هكا تجي رائعه تبارك الله. كنقدموها في طبق للغداء او للعشاء. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. واسمحوا لي الا كان الصوت ديالي شويه عيان، ضربني شويه د البرد، راكم عارفين هاد الايامات محرك المرض. وكنتمنى تجربوها وتردوا علينا في التعاليق واش عجبتكم او لا. وهاد الطريقه راه تقدروا ديروها مع اللحم عادي او لا مع الدجاج، مع القنيه، مع اللوبيا كذلك كتجي رائعه. غير طبقوا هاد الخطوات اللي قلت لكم، وديروا المقادير على قياس على قياس الكيلوات اللي دايرين او الكميه. فنتمنى تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله.